ليه تروح عند براك وتدفع 2000 جنيه لما ممكن نعمله في البيت ب 150 جنيه؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض وصفه لذيذه قوي، طبق تركي شهير جدا، علي ناظر كباب او كباب علي ناظر. طبق تركي شهير جدا ومميز وطعمه مختلف. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. المقادير بتاعتنا: معانا ربع كيلو لحمه تكون قطعيه بتستوي بسرعه. نقول للجزار عايزين قطعيه لحمه بتستوي بسرعه ونقطعها مكعبات صغيره خالص. معلقتين دبس فلفل وزيت وزبده، كوبايه زبادي، فلفل اسود وملح وثوم مفروم. بعد ما البتنجان بتاعنا اتشوى بالشكل ده، تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في اللحمه. على النار طاسه على النار ونعلي النار عليها وهننزل فيها بمعلقتين زيت. كده الزيت بتاعنا سخن، هننزل بقطع اللحمه كده نفردها في الطاسه. اهم حاجه نفردها في الطاسه بس كويس عشان تاخد لون بسرعه. نسيب بقى اللحمه بتاعتنا على النار ونقشر البتنجان. وده بقى الطبق اللي عامل قلبان، ترند براك الجديد. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا ومن غير تكلفه عاليه، من غير ما ندفع 1400 جنيه. لو عايزين نشيل البذر كده من قلب البتنجانه مفيش مشكله، هو كده كده اما بينزل عليه الزبادي مش بيبان في الطعم، بس انا بحب اشيل كده الواضح قوي فيه. كده اللحمه خدت لون من تحت، هنقلبها كده تقليبه، نسيبها على الاتجاه التاني. هنغطيها بقى دلوقتي، نغطيها شويه بس عشان تشرب الميه بتاعتها اللي نزلت منها. بعد ما قشرنا بقى البتنجان هنفرمه كده فرم ناعم بالسكينه او بالهراسه اي حاجه يعني. هنجيب الطبق بتاعنا اللي هنقدم فيه. اللحمه كده شربت الميه اللي هي نزلتها، بقت بالشكل ده. حته زبده ودبس الفلفل والتوابل بتاعتنا، فلفل اسود نحط كده معلقه صغيره، والملح معلقه صغيره. هنغطي بقى عليها تاني ونسيبها تكمل سواها. هننزل على البتنجان بكوبايه زبادي وفصين ثوم مفرومين، رشه ملح بسيطه. نقلب كله كده كويس. اللحمه بتاعتنا خدت اللون الجميل، نزود لها بس حبه ميه. اللحمه خلاص داخله في السوا، نجيب قرن فلفل كده حامي نحطه معاها ونغطي عليها تاني. تعالوا بينا نشوف سوا اللحمه بتاعتنا وصل لفين. هننزل باللحمه والصوص بتاعنا كده. وكده خلصت وصفتنا. تعالوا بقى اقول لكم حكايه الاكله اللي عامله قلبان دي. الطبق ده اتسمى علي ناظر لانه اتقدم للسلطان سليم وهو بيزور مدينه غازي عنتاب، وعجبه جدا لان الاكله كانت طريه فعجبته جدا، فقال علي ناظر، وكان يقصد بيها الايدي اللطيفه او معناها الايدي اللطيفه، ودي كان فيها اطراء على الطباخ اللي عمل الوصفه. اتمنى تجربوا الوصفه، هتعجبكم جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت وشير. مع اوت بوكس فود، وصفات ملهاش حدود.